اعظم جمهور في الكون، لاعظم تيشيرت في الكون، لاعظم شعار في الكون، هو شعار النادي الاهلي، اللي لو في اهرامات للرياضة المصرية كانت هتكون باسم النادي الاهلي. والتلات اهرامات، مش هرم واحد، مش هرم واحد، التلات اهرامات. عندنا ماتش مهم جدا يوم 7 ابريل، الاهلي وسيراميكا كيلوباترا. طبعا يعني الماتش ده احنا مش محتاجين نتكلم اهميته قد ايه. خلاص انتوا الست ماتشات اللي جايين يا رجاله ماتشات كؤوس كلها. الجمهور اللي هو احنا في ظهركم، وهنفضل في ظهركم. مش عشان احنا بنساند لعيب، احنا في ظهر كيان كبير، كيان كبير ليه ارث تاريخي مش طبيعي. احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي صاحب البطولات، النادي الاهلي صاحب الانجازات، النادي الاهلي اللي لما بيخسر بطولة ممكن جمهوره جدا ممكن ما ينامش ما ياكلش. في جماهير تانية عادي ممكن تخسر بطولات كتير وبالنسبة لها مش فارق، لان هي دي هويتهم ولان هم واخدين على ده. لكن احنا جمهور النادي الاهلي اللي لبس التيشيرت دي واللي عارف معنى الشعار ده كويس عمره ما يقبل ابدا بالخساره. الظروف خدمتنا، وانا ما احبش برضه اقول ان الظروف خدمتنا، الا ان دلوقتي فريق سيراميكا كيليوباترا بيمر بظروف صعبه، ان عنده كذا لعيب مش هيلعب، لعيبه من الاساسيين بتوع سيراميكا كيلوباترا. انا ما بحبش اقول الكلام ده بصراحه، ولكن هي الظروف خدمت. لان طول عمر الاهلي بيلاعب اي فريق باي سكواد قدامه ما بيفرقش معاه، ولكن انت كمان الظروف خدمتك قبل الماتش. طيب هنعمل ايه؟ نعمل تشكيلتنا المظبوطه اللي ما فيهاش تاليف. اللعيبه راحت منتخب مصر ادت احسن اداء، كانت على اعلى مستوى. طيب ما رجعوش بقى الاقيهم في الاهلي بيلعبوا بتشكيله غريبه، المدرب بيلعبهم بتشكيله غريبه، موظفهم في اماكن غريبه، اداء غريب. لان ده هيكون عليه علامات استفهام كبيره جدا. لان هو بالفعل الموضوع ان الناس لما لقت لعيبه النادي الاهلي متالقه مع المنتخب بعد هزيمه دوري ابطال افريقيا، الناس حطت علامات استفهام وعلامات تعجب كمان. طب يا جماعه ما انتوا حلوين اهو، طب ما انتوا كويسين اهو، امال ده ما حصلش ليه؟ ما حصلش ليه مع مع النادي الاهلي؟ اتمنى ان الاداء يتحسن، اتمنى ان الاداء يكون احسن حاجه، عشان ما يتاخدش الموضوع عليكم او يحسب عليكم ان انتوا بتأدوا مع المنتخب بس علشان خاطر حسام حسن ياخدكم في المنتخب. خلوا الموضوع يظهر ويبان انه عيب ومشكله مدير فني. لان انا واحد من الناس شايف ان الراجل ده كنت مستبشر فيه خير، لكن شفته بعد كده بيأدي اداء ضعيف جدا من الناحيه الفنيه. ان هو ينزل ناس تتحط مش في اماكنها، فهم بالطبيعي مش هيطلعوا لك احسن حاجه ولا افضل حاجه. اللي هيحصل واللي المفروض يحصل دلوقتي تركيز، لعيبه قافله على نفسها، الجمهور اللي هو احنا في ظهركم ومساندينكم ومعاكم على طول على المره قبل الحلوه في ظهركم. ولكن انتوا كمان بينوا اماره للجمهور، الجمهور هيفضل في ظهركم، هنيجي الاستاد وهنكون وراكم في كل مكان، وداعمين ليكم في كل مكان، وداعمين للاداره لحد الاخر، وداعمين للمدرب اللي احنا مش مقتنعين بيه، ولكن لازم طالما هو لسه على اسمه وعلى حس النادي الاهلي داعمين ليه. معلكوش غير ان انتوا تعملوا حاجه واحده بس، ان انتوا تنزلوا رجاله قد التيشيرت ده، قد التحدي زي ما بيقولوا. زي ما عودتونا يا جماعه، عودتونا على ايه؟ عودتونا ان احنا خلاص لو الدنيا كلها، لو العالم كله بيقول النادي الاهلي مش هياخد البطوله دي، انا باخدها. انا يعني انا بجز عشان اخد البطوله دي. مستنيين منكم البطوله، مستنيين منكم الدوري العام، لان النادي الاهلي فرقه كره القدم مش هتخرج من الدوري الا وهي واخداه، مش هتخرج من الموسم بموسم صفري. احنا مش زي فرق تانية، ما ينفعش. احنا بنلعب على الهوية، احنا مش بنلعب بطولات بس، بطولاتنا جاية من هويتنا. احنا لازم نخرج من الدوري واحنا واخدينه ان شاء الله، وبقدم المشيئة واحنا قدها، وياما عملنا الاصعب من ده. يبقى ما عندناش ابدا ان احنا نرمي مبررات. انا عندي اجمد سكواد في مصر وفي افريقيا، ايوه احنا عندنا اجمد سكواد في مصر وفي افريقيا، هيكون ايه المبرر؟ مفيش اي مبررات. وانا مش هعمل زي ناس
بتطلع على الصفحات. انا ممكن انقد على فكره في وقت من الاوقات، يعني انا ممكن اطلع اقول اللعيب كان وحش وابقى متعصب واقول اللعيب ده كان وحش وكان اداء وحش وكان، بس الواحد بيعمل كده غيره على التيشيرت وغيره على النادي الاهلي. بس عمري ما هشتم وعمري ما هطلع سف على لعيب عشان اطلعه مثلا مسرح زي ما في ناس كتير بتعمل وبتدعي ان هي اهلاويه، عشان اطلعه مسرح، عشان في الاخر يخش لي واحد زملكاوي يقول لي انت حقاني، انت بتتكلم بالحق. لا يا عم شكرا متشكرين، انا مش عايز منك الكلمه بتاعت انت بتتكلم بالحق دي. انا كده كده عارفين ان احنا بنتكلم بالحق لما بننقد لاعيبتنا. ولو انتوا عايزين تعرفوا احنا بننقد لاعيبتنا ولا لا، اتفرجوا علينا في الاستاد. اي لعيب بيأثر شوفوا جمهور الاهلي بيعمل معاه ايه، لما الاداره بتأثر شوفوا جمهور الاهلي التالتة شمال بتعمل معاه ايه. احنا ما بنستناش حد يقول لنا لا انتوا جدعان او انتوا مش عارف ايه. فالشغل اللي بيحصل بتاع اللجان اللي بتطلع، انا مش هسمي اسامي، كل واحد عارف نفسه. الناس اللي بتطلع تقطع في النادي الاهلي وعايزه تطلع اللعيبه مسرح، واللي يقول لك هو محمد هاني ده ما عندوش فكره. محمد هاني ده على فكره اجمد واحد في مصر في مكانه اقسم بالله، واللي ما يشوفش حاجه زي دي ما بيشوفش. تمام. عشان في استاذ صحفي طلع خبط في الراجل وقال هو ازاي ده يبقى كابتن منتخب مصر، ازاي ده كابتن منتخب مصر؟ راجل بالخبرة دي مع النادي الاهلي وفي منتخب مصر بكل المدربين اللي جم كانوا بيجيبوه وبيلعبوه ومقتنعين بيه، وحضرتك مالكش علاقة بالتدريب طالع تقول لي ازاي ده في منتخب مصر؟ فانا اسف، انا ضد كل واحد يطلع اللعيبه مسرح. انتقد اللعيب يا اهلاوي اللي بتغير على التيشيرتايه، انتقد اللعيب وقول الاداء ما كانش حلو وقول انه يسترجل، لكن ما تطلعوش مسرح لناس بتستنى منك انك تعمل ده عشان هم عاملين لك ازاي انت جدع، انت حقاني. هما مش بيقولوا لك كده عشان انت حقاني، هما بيقولوا لك كده عشان هما بيتشمتوا في اي حاجه تحصل مع النادي الاهلي او في اي كلمه تضحكهم على النادي الاهلي، سواء بجد او مش بجد، ولا زياده ولا اقل. نسترجل يوم 7 ان شاء الله نكسر الدنيا وان شاء الله نكسب الدوري. لو عجبكم الفيديو شير لايك ومتابعه للقناه وفعل الجرس، واتمنى كده تنوروني على طول.